السلام عليكم. عايز اتكلم عن حاجة كده مهمة بشوفها بقت بتحصل دايما. بيجي لك نوع من العملاء معين، بيتفق معاك على اتفاقات ان هو عايز يدوبك حاجات بسيطة، بس عايز ياخد اقل باقة او عايز يشترك باقل بادجت ممكنة، عشان هو مش محتاج غير حاجات بسيطة بس كده ايه تظبط له الدنيا. على سبيل المثال في التسويق مثلا يقول لك احنا مش عايزين بس غير شوية بوستات او شوية اعلانات. على سبيل المثال مثلا انا عندي بدير السي ار ام بتاعي، فبيجي لي عملاء للسي ار ام يقول لك احنا مش عايزين بس غير شوية فيتشرز بسيطة وشوية اوتوميشنز وشوية حاجات كده في السي ار ام تتظبط. النوع ده من العملاء يا جماعة هو متعب جدا وبيسبب لك مشاكل كبيرة جدا. على قد ما هو في فكره ان هو محتاج حاجات بسيطة، انما هو ما عندوش المعلومات الكفاية عن البيزنس بتاعه وعن شركته وعن المتطلبات اللي هو عايزها، وبيفضل طول ما هو ماشي معاك يكتشف ان هو لا عايز اكتر، وان هو عايز حاجات اكتر، وان اللي انت عملته مش كفاية، وان البادجت الصغيرة اللي كان متفق عليها دي هتبدأ تتحول معاك بقى بادجت كبيرة ومتطلبات اكتر ووقت ومجهود اكبر. فتبدأ تحاول انت تقنعه ان انت يا فندم انت مش محتاج البادجت الصغيرة، انت محتاج البادجت الكبيرة، او انت محتاج تصرف الباكج الكبيرة او تشترك في الاشتراك الكبير الاكبر من كده. فيقول لك لا والله ده انا حاجاتي صغيرة، بس انتوا اللي مش قادرين توفوا بالطلبات بتاعتي، وانتوا اللي مش قادرين تحققوا الشروط اللي احنا حاطينها في الاول. فنصيحة مني، من اول ما بتبدا تتعامل مع اي شخص او شركه مهما كان، حاول يبقى في ليميت للتعامل. اي متطلبات زياده ما ينفعش يتم باي شكل. انا غلطت طبعا ان انا وافقت ان انا انفذ حاجات صغيره عشان يجربوا المنتج او عشان يجربوا البادجت الصغيره، بس لا طبعا البادجت الكبير ليها او المتطلبات الكبيره بتاعتهم دي لازم يدخلوا في بادجت اكبر ويدفعوا بادجت اكبر او يشتركوا اشتراك اكبر. انما حاول ان انت تتجنب العملاء اللي مشاكلها كتير واسئلتها كتير بس عايز ارخص حاجه واقل بادجت باقل ثمن. ربنا يوفقنا جميعا.